بص يا صاحبي، النهارده جايب لك احلى جهاز بتتعلم فيه الممرضات في امريكا. انا هتكلم عن المستشفى اللي شغال فيها في واشنطن دي سي. فاي ممرضه كل 3 شهور، ولا ممرض ولا دكتور. انا مش دكتور عشان نكون واضحين، انا مش دكتور ولا ممرض، انا شغال في الاي تي. انا شغلي كله بعمل اي تي وبعلم الممرضات والدكاتره يستعملوا الجهاز اللي احنا بنجيبه جديد ازاي. فالاجهزه اللي احنا بعتناها لهم السنه دي حاجه جامده جامده قوي. ففاكرين زمان لما كانت الممرضه ولا الممرض عندهم زي بلاستيكه كده بتشبه الراجل، زي نص الجسم كده، وبيقعد بايده يضغط في الصدر عشان التنفس وحاجات زي كده. فبقى التكنولوجيا وصلت لحاجه جامده قوي. بص، زمان كان الموضوع ده بيبقى كده، الجسم بس مفيش اسلاك. يعني مثلا بتضغط ويكون واحد واقف قدامك يقول لك اوكي عملت مثلا 15 ضغطه ونفخت في البق. دلوقتي التكنولوجيا بقت ايه؟ كل دي اسلاك طالعه من هنا في يو اس بي، وهنا في يو اس بي تايب سي، وهنا يو اس بي تايب سي. الاثنين بيخشوا على الداكن ستيشن هنا من تحت. يعني بمعنى صح، خليني اوريك بالظبط فيها ايه هنا. ده يتفتح، تنزل دي، اديك شايف دي عاديه، دي داكن ستيشن. يعني دي السلك ده بيطلع بيشحن الكمبيوتر، وهنا ده اليو اس بي بتاع البيبي، وفي اتنين وراهم شايفينهم، ده واحد تاني بتاع المعلم الكبير ده، وهنا ده بتاع الصوت. الصوت ده بقى ايه؟ انا اقول لك الصوت بيطلع منين. انا في البيت ارجعها مكانها. ماشي، الصوت بقى بيطلع من هنا، دي سماعة، وهنا في سماعة. فالصوت ده بيطلع على اي اساس؟ طيب لما الممرضة تيجي تضغط هنا مثلا متضغطتش قوي، ضغط بالراحة، هيطلع لها هنا في الكمبيوتر يقول لها لا اضغطي اجمد شوية، او اضغطي خفيف شوية، او اضغطي بالراحة. فكل حاجة بتطلع بالصوت وبالصورة، وبيقول لها بعد ما خلصت التريننج نجحت ولا لم تعمل الامتحان ده تاني. فده الجهاز بس عامل ازاي. طبعا اكيد انتم مستغربين عايزين تعرفوا جوه الجلد ولا جوه البطن فيه ايه. خلينا اوريك جوه البطن فيه ايه. فمرات بيجيني مثلا انا تيكت ولا ريكوست بيقول لي يا اسلام لما بنضغط ما بتظهرش هنا. فانا اعمل ايه؟ بفتح دي، الجلد ده كله بيتفكفك كده طلع. فاديك شايف مفيش غير زي كيس لازق هنا، ولما تنفخ هنا في البق الكيس ده المفروض يطلع فوق. طبعا ده مش شغل، بس انا ده اللي بيحصل يعني. ودي بتخش كده من فوق بتغطي الجسم. دي بقى المنظر بتاع جهاز التنفس الجديد في المستشفى اللي انا شغال فيها جديد. وادي الاسم RQI American Heart Association. فالشركة دي يعني بجد 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 شركة جامدة قوي، لأن صممت جهاز بالمنظر ده، إن هو يعني بكل ثانية، يعني كل ضغطة بتحسب عليك. فحاجة جامدة، كأنك بتتعامل مع بني آدم بجد 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 حقيقي ومحتاج مساعدة. إيه رأيك في الفيلم ده؟ ولو عجبك قول عشان أعمل لك فيلم تاني بقى. يلا، مع السلامة.